يا مساء الجمال على حبايب قلبي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا من اخر قصة نزلت. والنهاردة بقى انا جايبة لكم قصة جميلة جدا ومتأكدة انها هتعجبكم جدا ان شاء الله. بس قبل اي حاجة ياريت نصلي بينا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان اعملوا لايك وشير للفيديو، واللي ما عملش اشتراك في القناة ياريت يعمل علشان يوصلكم كل جديد. ويلا مش هطول عليكم، يلا بينا على قصتنا الجديدة. أنا هخطب ملك بنت عمي يا نادين، قالها بثبات. بصيت له بصدمة وبعدين ضحكت وقلت بتهزر صح؟ إيه يا خالد، ما تبقاش سخيف عشان أنا بصدق بسرعة. بس هو ما ضحكش كالعادة وقال لي ما بهزرش، أنا هخطب خلاص. قمت بسرعة من على الكرسي وقلت والدموع في عينيا، أنت أكيد بتهزر صح؟ مستحيل تعمل فيا كده، حرام عليك، حرام عليك، أنا عملت لك إيه؟ هو أنت مش قلت هتكلم أهلك وهتيجي تتقدم؟ ممكن تهدي؟ مش هتنيل أهدى. صرخت في وشه ومهتمش إن الناس بتبص علينا، وبعدين كملت وقلت 5 سنين وأنا معاك، 5 سنين وأنا برفض العرسان عشانك. استحملت كل حاجة، كنت معاك في كل خطوة في حياتك، وجاي دلوقتي عايز تخطب غيري، تتجوز غيري؟ أهلي مش راضين بيكي، قالوا إنك مش من مستوايا. يا سلام، قلتها وأنا بتريق، بس من جوايا كنت بموت من القهر، مش مصدقة إن ده خالد، خالد اللي اديت له قلبي و5 سنين من حياتي، 5 سنين وأنا مستحملة قساوته وخيانته ليا اللي كنت بكتشفها، وبعد كل ده يسيبني. ليه يعمل كده؟ ليه يكسرني بالطريقة دي؟ حسيت نفسي كنت هتجنن، حسيت إن أنا في كابوس. معقول بعد كل اللي عملته يتخلى عني بالطريقة دي؟ ده أنا ضيعت أجمل سنين حياتي عشان خاطره، وقفت في وش أمي وأبويا ورفضت فرص أحسن منه بكتير. تميت 32 وما اهتمتش بكلام أي حد، وكنت مستنياه هو. ده جزاتي. دموعي نزلت وأنا مش مستوعبة إن ده يحصل معايا. بصيت له وقلت بقهر، انت يا حيوان، بعد كل ده عايز تسيبني؟ قام خالد وتعصب وقال احترمي نفسك يا نادين، انا ما طلبتش منك تقعدي معايا وما جبرتكيش على حاجة، وبعدين من حقي ان اتجوز واحدة اصغر شوية، انا ايه اللي يجبرني اتجوز واحدة عدت ال30؟ اتصدمت، بصيت له بصدمة وقلت بعد ده كله؟ ده انا رفضت كل العرسان اللي جولي عشانك انت، وانا ما جبرتكيش على كده، انا ماليش دعوة. بس انا خلاص اكتفيت منك وجاي هنا عشان اقولك ربنا يوفقك وما تزعليش. فضلت اعيط بصوت عالي، فنفخ خالد وقال اوف بقى، ما تبطلي نكد بقى. ما قدرتش استحمل، مسكت كوباية العصير اللي كنت بشربها وصبيتها على وشه ومشيت بسرعة. مشيت وانا حزينة مكسورة، ندمانة على اني في يوم اني حبيته. روحت البيت، دخلت اوضتي، واخيرا انهارت من العياط وانا بفتكر كلامه البشع عني، بفتكر انه باعني بالسهولة دي. اهلي حذروني منه، حبسوني كتير، حاولوا اني ابعد عنه، بس انا كنت مغيبة، كان زي ما يكون سحر لي. مرت الايام وانا في اوضتي بعيط، عيوني اتنفخت، وشي شحب، بان عليا ضعف سني. جالي تليفون من صاحبتي وقالت لي ان النهارده خطوبة خالد، وكأني محتاجة حد يفكرني بده. بس جت فكرة مجنونة في دماغي، قمت ولبست أجمل فستان عندي، الفستان اللي اخترناه سوا، وقررت ألبسه في خطوبتي منه. جهزت ومشيت على القاعة، دموعي كانت بتنزل وأنا شايفاه معاها. كان فرحان قوي، لبس نفس البدلة اللي كنا مخططين إنه يلبسها في خطوبتنا. حزن قوي إن حد تاني يحقق أحلامك. مسحت دموعي وظبطت نفسي، مشيت ناحيته، ابتسمت وأنا بشوف وشه الأصفر لما شافني. وقفت قدامه وقلت بمنتهى الجبروت مبروك يا عريس، وبعدين بكل قوتي ضربته بالقلم. اطلعي برا، قالها خالد وهو بيحاول يسيطر على أعصابه. ما كانش عايز فضايح أكتر من كده، بس أنا ابتسمت بشر ووقفت في نص القاعة وقلت الأستاذ اللي جايين تهنوه في فرحه ضحك عليا، فهمني إنه بيحبني وقعدني معاه 5 سنين بحالهم. وقفت جنبه وفي الآخر قال لي عايزة اتجوز الأصغر منك. الأستاذ اللي جايين تباركوله مطلعش راجل وقد كلمته، طلع عيل
وأنا بحمد ربنا إني نفدت منه. جه ومسكني من دراعي وقال لي امشي دلوقتي يا نادين، وإلا وديني هضربك فعلا وأمسح بكرامتك الأرض. لا راجل يا ولا. رفع إيده ولسه هيضربني، مسكت إيده وقلت هو أنت عايز خطيبتك تعرف إنك راجل عرة ولا إيه؟ عيب يا خلوتي. بصيت لخطيبته اللي الدموع اتجمعت في عيونها وقلت مبروك يا عروسة. وبعدين غمست له ومشيت. مشيت وأنا رافعة راسي. اللي عملته طفى شوية من النار اللي جوايا، بس بصراحة مش كلها. روحت البيت وأول حد استقبلني أبويا اللي لأول مرة يضربني بالقلم، وقال فعلا أنا معرفتش أربيكي. بابا، قلت وأنا عيوني مدمعة. مسك إيدي وصرخ فيا فوقي فوقي، أنا عمري ما ضغطت عليكي وسايبك على راحتك، بس كفاية كده. أو اللي ضيعتي مع حياتك غضب غيرك بدل ما تحترمي نفسك وتفوقي رايحة تفضحي نفسك. انت هبلة يا بابا. أنا اخرسي ولا كلمة. خلاص أنا من النهاردة هعرف أربيكي من أول وجديد. مسك دراعي وزقني في أوضتي، قفل عليا الباب وقال من بره مفيش شغل من النهاردة ومفيش خروج، ووعد مني يا نادين هجوزك لأول واحد يجيلك، فاهمة؟ حطيت إيدي على وشي ونهرت من البكا. بس بابا عنده حق، أنا ضيعت حياتي عشانه، أذيتهم كتير وكنت عارفة إني مش ههون على بابا. خلعت فستاني ولبست البيجامة. نمت وأنا مرهقة. أسبوع بحاله وأنا قاعدة في البيت. أبويا رافض يطلعني مهما اعتذرت وطلبت السماح. خليت أمي تكلمه، رافض نهائيا، حتى أخذ مني التليفون. وبقيت في البيت وكل يوم دموعي على خدي، لحد ما في يوم لقينا بابا جه وهو سعيد وقال لماما في عريس متقدم لنادين يا مروة. اتصدمت، بس أمي فرحت جدا وقالت بفرحة مين ده يا حسن؟ إيهاب، ابن صديق ليا. من أول ما شافها من ساعة فرح أخته أعجب بيها، ودلوقتي أبوه كلمني. بس أنا مش موافقة يا بابا، قلتها وأنا بقف في منتهى العصبية. بصلي بابا ببرود وقال لي هيجيلك الخميس اللي جاي وهتقابليه. يعني هتجوز غصب عني يا بابا؟ سبتك براحتك، شوفي عملتي ايه. أنا مش فاضل دلعك، هتقابلي إيهاب وهتتجوزيه، كلام نهائي. وبعدين سابني ومشي. دموعي نزلت، قعدت على الأنتريه وأنا بعيط جامد، حتى أبويا ضدي. وعلشان خلاص وافقت أقعد مع إيهاب، أبويا سمح لي أخيرا إني أرجع للشغل. وفعلا خرجت، خلصت شغلي وأنا طالعة لقيت خالد قدامي. ابتسم ليا وقال وحشتيني أوي يا نادين. خير، عايز ايه؟ قلتها وأنا رافعة راسي، بس قلبي كان بيدق. قرب مني وهو بيقول أنا ما كنتش بنام يا نادين، على طول بفكر فيكي وفي اللي عملته. أنا سبت خطيبتي على فكرة، ما قدرتش أكمل معاها. اكتشفت إني بحبك أنتي وبس. جيت هنا كل يوم عشان بس أشوفك. أنت كداب. زعقت فيه ولسه همشي مسك إيدي وقال أبص إيديك اسمعيني، وهعملك كل اللي أنت عايزاه، بس اديني نص ساعة بس من وقتك. نفخت بضيق وبعدين هزت راسي. ابتسم هو وبعدين أخدني على الكافيه بتاعنا، كافيه حبنا. ها انجز. ضحك وقال وهو بيغمز لسه عصبية زي ما انتي. تعرفي ان انا بحب وشك اللي بيحمر من الغضب، بتكوني في اجمل حالاتك، لدرجة ان انا بفضل ابص عليكي دايما واقول معقولة انتي من البشر. عيني وسعت واتكسفت قوي، خدودي احمرت. انا هقع تاني ولا ايه؟ يخيبك يا قلبي، طلعت عبيط زيي. هزيت راسي وانا بحاول اتماسك واتمسك بغضبي شوية، وقلت ما تاكلش بعقلي حلاوة يا اخويا، الكلام ده ما ينفعش معايا. انا مش هصدقك تاني وهصدمك قريب. انا كمان هتخطب لواحد ضفره برقبتك. اتكلم هو وقال يا نادو ما تعمليش كده، انا بحبك، انت مش هتتجوزي غيري. اقولك هجيب اهلي واتقدم لك رسمي وتبقي مراتي. كان فيه خلص يا حلو. قلتها وانا مبينه ان انا عصبيه، بس من جوايا كنت هموت من الفرحه بجد. بصراحه كنت فرحانه قوي انه اخيرا هيجي ويتقدم لي. كنت حابه يحاول تاني، محاولاته دي كانت بتطبطب على كبريائي اللي انجرح على ايده. انا كنت لسه بحبه وعايزاه، وكنت بتدلع عليه مش اكتر. وقفت وهمشي تاني، وقف قدامي وقال لي لو ما اتجوزتنيش انا هخطفك، والله هخطفك، واللي يحصل يحصل. وبصي هخلص على اللي عايزه تتجوزيه،
ده أنا مجنون وعاملها. ضحكت، فضحك هو وقال: أخيرا سامحتيني؟ بصيت له بحزن وقلت: إن اللي أنت عملته. قاطعني وقال لي: غلط. أنا عارف إن أنا غلطت، أنا عارف إن عملته كان غلط ووحش كمان، وبعتذر. أنا اكتشفت إن أنا ما حبيتش غيرك، ما بطلتش تفكير فيكي، ولما اختفيتي فترة قلبي وقع في رجلي. أبوس إيدك، اديني فرصة. هزيت راسي وأنا ببصله بحب. روحت البيت وأنا طايرة من الفرحة، كانت الابتسامة مش مفارقة وشي. لقيت أمي وحضنتها وقلت لها: خالد صالحني يا ماما وقال إنه هيتجوزني. لطبت أمي وقالت: يا ميلة بختك في بنتك يا مروة. يا بت يا بت انت غبية، صالحك ازاي؟ يا بت مش اتفقنا نقفل الموضوع ده؟ أبوكي لو عرف هيطين عيشتنا. يا ماما، يا ماما أنا بحبه وهو خلاص هيتقدم. هو انتوا ليه مش عايزين تشوفوني مبسوطة؟ نادين، زعق بابا من ورايا وقرب مني وقال: قابلتيه تاني يا نادين؟ بصيت لبابا بخوف وقلت: والله يا بابا خالد ندى، أبوس إيديك افهمني، من حقي أكون مبسوطة، هو هيتقدم. خلاص ماشي، خليه يجي بكرة هو وعيلته ونشوف لو عايز يثبت حسن نيته. فرحت قوي وحضنته. رحت أوضتي، كنت هتصل بيه بس قلت أروح الجيم بتاعه أعملها له مفاجأة. رحت وأنا سعيدة، لقيته واقف من بعيد ومديني ظهره. قربت منه لسه هتكلم بس اتجمدت مكاني وأنا بسمعه بيتكلم في التليفون وكان بيضحك قوي. نادين مين دي اللي اتجوزها بس؟ لا طبعا، أنا بس حابب أحاسبها على اللي عملته يا رامي. عموما يا سيدي، أنا ناوي فعلا أفضحها وأجيب مناخيرها دي الأرض. تستاهلي، أنا قلتلك إنه ما يستاهلش اللي انتي بتعمليه في نفسك ده. كانت أمي بتلومني إني وثقت فيه تاني، بس أنا قلبي كان واجعني. ليه عمل كده؟ ليه بيكسر قلبي بالشكل ده؟ أنا قدرت أهرب من غير ما يحس، كنت مصدومة منه. إزاي يقدر يعمل كده؟ قلت تاني مرة خالد يكسر قلبي، وساعتها بس فقت وعرفت إن هو عمره ما حبني. أنا كنت مجرد تسلية لحد ما يلاقي اللي تتجوزه. عرفت إن أنا مجرد واحدة تملى الفراغ بتاعه. عرفت إنه عيشني في أوهام وإني أهلي على حق. كنت حاسة إن أنا هموت، ومش من الحب بس، من الإحساس بالكسوف. حسيت إن أنا قلت من نفسي قوي لما صدقته للمرة التانية بغباء. ماما كانت بتبصلي بحزن وبعدين حضنتني وقالت: ما تزعليش يا حبيبتي، لأن إحنا لما بنمنعك من حاجة مش عقاب ليكي، بالعكس، لأني أنا وأبوكي بنحبك. إحنا أكبر منك ولينا نظرة في الإنسان، وعارفين إن خالد مش كويس. حذرناكي كتير وحبسناكي بس انت اللي صممتي. بعت ومسكت ايدها وقلت: سامحيني يا ماما، انا اسفة والله. قلتها وانا بعيط ومنهارة ببكي بقهرة. كنت مكسوفة قوي منها ومن اللي عملته. ازاي فضلت انسان زي ده عليهم؟ ازاي كنت معمية كده للدرجة دي؟ ايوه، انا عارفة ان الحب اعمى، بس الحب ده كان من طرف واحد، طرفي انا، بس انا ما اتحبتش منه. اللي بيحب مش بيخون، مش بيقسى، بس ده غلطي إنه خليته يتمادى. مسحت دموعي وقلت: بس أنا هربيه يا أمي، ده وعد. لا يا نادين، قالها أبويا فجأة. قمت بسرعة وحطيت عيني في الأرض. بصلي وقال لي: ما تتكسفيش يا حبيبتي، أنا مبسوط إنك عرفتي حقيقته، مبسوط إنك فوقتي. هزيت راسي وأنا بعيط وقلت: الحمد لله يا بابا، بس ما تقلقش، هاخد حقي، أنا مش هسيبه، هنتقم منه أنا. لا لا لا، ما تعمليش كده، لأن الانتقام هيضرك. أحسن انتقام ليكي إنك تتجاوزيه، إنك توريله إن حياتك مش هتقف عشانه، وسيبي ربنا هو اللي هياخد حقك. فاهمة يا بنتي؟ هزيت راسي وحضنت بابا وأنا ببكي، وقررت أسمع كلامه، بس الأول كان لازم أعمل حاجة. وتاني يوم طلبت إن خالد يقابلني في الكافيه بتاعنا. جه وقعد وهو مبتسم. بصيت له وأنا مستغربة إنه إزاي ما عندهوش ضمير زينا. اتنهدت وقلت: أنت أحقر إنسان شفته بحياتي يا خالد. أنا مش قادرة أصدق إنك حقير كده. حسيته بهت، فابتسمت وقلت: جيت لك الجيم امبارح وسمعت كل حاجة، وكنت والله قادرة أقلب اللعب عليك، بس تعرف إن أنت ما تستحقش أتعب نفسي وأفكر إزاي أنتقم. لا يا خالد، أنت ما تستحقش المجهود ده، بس أوعدك إن أنا هتجاوز حبي ليك لأنك ما تستاهلوش، وهسيبك لربنا.
وحسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين قمت وأنا بمسح دموعي. سمعت دايما مثل بيقول: إن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. صحيح، صحيح إن أنا اتأخرت عشان أبعد، بس الحمد لله نفدت من إنسان زيه. الأيام اللي بعدها ما كانتش سهلة أبدا. عدت أيام وأسابيع وأنا بحاول أتجاوز وأنساه. كنت ببكي بعيط. اتخلصت من كل ذكرياته. كنت بشتغل عشان أنسى. قررت إني لما أفكر أرتبط بحد يكون قلبي فاضي ليه. عشان كده لما زميلي معتز اللي في الشركة حاول يلمح لي صديته، لأن قلبي كان لسه متعلق بيه. وبعد 6 شهور كان كله خلص. ما كانش صعب أنسى. واتخطبت كمان لمعتز زميلي. وفي يوم طلعت من الشركة ولقيت خالد قدامي. كان وشه شاحب وحزين. حاولت أتجاهله وأمشي، بس هو وقف في وشي وقلبه حزن. مش قادر أنساكي يا نادين. عارف إنك مش هتصدقيني، بس بعد اليوم ده وإنتي في عقلي حاسس إن أنا بقيت مهووس بيكي. أنا ما حبيتكيش وبس، أنا عشقتك. كأنك سحرتيني. مش قادر أنساكي أبدا. رفعت إيدي وأنا بقول في وشه بتحذير: بس أنا نسيتك وتجاوزتك كمان يا خالد. أنت انتهيت من حياتي. وشه شحب وعيونه دمعت. لقيت معتز طالع. رحت له وقلت: كويس إن أنا شفتك، يلا نروح مع بعض. وفعلا مشينا وسيبنا خالد واقف ودموعه بتنزل. بص لي معتز وقال: مين اللي كان معاكي ده؟ ده خالد. سكت شوية وبعدين قال: كان عايز ايه؟ بيطلب السماح. وانتي قلتيله ايه؟ ابتسمت بخبث وقلت: هو انت بتغير عليا ولا ايه؟ هز الراس وقال: لا، مجرد فضول. ضحكت وقلت: لا بتغير، والله بتغير. مسك دراعي وقال: فعلا بغير، يلا قولي قلتيله ايه؟ ابتسمت بحب وقلت: قلت له ان انا تجاوزته، بس ما قلتلوش انك كنت من ضمن انتصاراتي. بحبك على فكرة، وانا كمان بموت فيكي. ولحد هنا انتهت حكايتنا. اتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو. اللي لسه مشتركش في القناة يا ريت يتأكد انه اشترك فيها. ما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار اول ما ننزل الجديد. واستنونا في حكاية جديدة ان شاء الله. اشوفكم على خير. باي باي.